مكتوب والأصدقاء والموعد واللقاء، يحكي المعنى كتاب من إلهام السماء. الحكمة في مدى فلنسمع ما روى، ما أجمل ما حوى من أسرار الديان. مكتوب والأصدقاء يحكي سير الزمان وما بالماضي كان، هو شاهدنا العيان فاسأل عما تشاء. يحكي سير الزمان وما بالماضي كان، هو شاهدنا العيان فاسأل عما تشاء. مكتوب والأصدقاء مكتوب والأصدقاء والموعد واللقاء، يحكي المعنى كتاب من إلهام السماء. مكتوب والأصدقاء يروي للسامعين قول الهادي الأمين ورسول العالمين وإمام الأنبياء. يروي للسامعين قول الهادي الأمين ورسول العالمين وإمام الأنبياء. مكتوب والأصدقاء. من فضلك اشرح لي، ما هو الموضوع الذي طلبت مني التواجد هنا في بيتك لأجله، ويصعب علينا مناقشته في المكتبة مع الرفاق؟ هذا هو الموضوع باختصار. ماذا؟ قرد؟ أبعده عني. لا تخف يا مكتوب، من فضلك اخفض صوتك. لا أخاف؟ وماذا إن قطع مني صفحة أو خدش غلافي؟ فيما ستنفعني أنت؟ لا تقلق، هذا القرد هادئ الطباع ولا يؤذي أحد. لم أفهم بعد سبب مجيئك بي إلى هنا. أريدك أن تفكر معي في طريقة أقنع بها أهلي بإبقاء القرد هنا معنا في المنزل. أقنعني أنت أولاً، كيف ستربي قردا هنا في البيت؟ وما المشكلة؟ إنه كائن لطيف جدا. حقاً لطيف جداً. هيا بنا نلحق به، لقد ذهب إلى نافذة غرفة سارة. هل يمكن أن يحدث هذا؟ كيف خرجت من القصة؟ أنقذوني! قرد في بيتنا! ماذا بك يا سارة؟ هناك قرد في الغرفة! لا تقلقي يا سارة، سنمسك به، ولكن رجاء لا تخبري أمي بأنك رأيت قردا. ولم لا أخبرها؟ الآن فهمت، أنت من أحضرت هذا القرد إلى هنا يا يوسف. فتاة سريعة البديهة، أحييك يا سارة. سارة، سنتحدث لاحقا. هيا يا مكتوب لنمسك به. إلى أين ذهب؟ لعله ذهب إلى غرفة أمي أو غرفة زينة. ماذا؟ أنقذوني! هذا القرد سيقضي علينا جميعا. هيا بنا. أعطني نقودي أيها القرد، أرجوك لا تلقي بها. اهدئي يا زينة، تعالي إلى هنا. ماذا يحمل في يده؟ يحمل النقود التي بعت بها زيوتي العطرية. هات النقود أيها القرد وسنعطيك موزا بدلا منها. هيا تعال. لا، هيا تعال إلى الداخل. ممتاز، هيا اتركها كلها. لا يا أمي، لقد سرق القرد نقودي. لقد هرب يا صديقي. هذا القرد أمره عجيب يا مكتوب، اشتريته بنقود وهرب بنقود. إنه كائن طماع بكل ما تحمل الكلمة من معنى. هذا ليس وقت حكمة يا يوسف، ماذا ستفعل الآن؟ أمي تريدك يا يوسف. يبدو أن العقاب جاء سريعا يا يوسف. لقد ارتكبت خطأ بأن أحضرت هذا القرد إلى هنا دون أن تأخذ الإذن من والدك أو مني، وتسببت في ضياع جزء كبير من أموال شقيقتك. آسف يا أمي، لم أكن أعلم أنه سيفعل هذا، ولم أعلم أن أختي التي لم تتجاوز 12 عاماً أصبحت سيدة أعمال تبيع زيوتاً عطرية لصديقاتها. أتسخر مني يا يوسف؟ أعتذر يا زينة. كم ضاع منك يا زينة؟ 1/3 النقود يا أمي. حسناً، أنت ملزم بدفعها يا يوسف. هذا قاس جداً. أشتري القرد بنقود ويهرب بعد أن سرق نقود أختي، والآن سأدفع نقوداً لها. أنا مجرد طفل يا أمي، ولست رجل أعمال يربح الأموال. انتهينا يا يوسف. انتظري يا أمي، أنا لا أريد من يوسف شيئاً، فلعل ما حدث لي هو عقاب لما فعلته. وماذا فعلت يا زينة؟
لقد خلطت الزيوت العطرية بالماء لكي أزيد من كميتها وأربح أكثر، وأخبرت صديقاتي أنها زيوت خالصة بدون إضافات أو مواد أخرى. لقد ذكرتني بقصة قرد السفينة. ما هذه القصة يا أمي؟ ما رأيك بأن تخبرهم بها يا مكتوب؟ حسناً، سأبحث عنها بداخلي. ها هي، اسمعوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلاً كان يبيع الخمر في سفينة، وكان يشوب الخمر بالماء، ومعه قرد، فأخذ الكيس فصعد الدقل، فجعل يلقي ديناراً في البحر وديناراً في السفينة حتى جعله نصفين. ولكن أليس الخمر حراما؟ لقد كان حلالاً في دين هؤلاء القوم يا يوسف، ولما جاء الإسلام حرمه. الآن عرفت أن ما حدث لي هو تطهير من مال حرام ربحته بالغش، ليس من حقي. فقرد يوسف طهر نقودي كما فعل قرد السفينة مع البائع، فليغفر الله لي ولتسامحيني يا أمي. لأنك أدركت خطأك يا صغيرتي سأسامحك. أرأيتم حكمتي؟ لقد أحضرت القرد لا لأربيه، بل ليسرق المال الحرام ويهرب به. أتمنى أن أكون قد علمتك درساً قيماً يا زينة، وأرجو أن تعيدي لي النقود التي اشتريت بها هذا القرد. مكتوب والأصدقاء. مكتوب والأصدقاء والموعد واللقاء، يحكي المعنى كتاب من إلهام السماء. الحكمة في مدى فلنسمع ما روى، ما أجمل ما حوى من أسرار الديان. مكتوب والأصدقاء يحكي سير الزمان وما بالماضي كان، هو شاهدنا العيان فاسأل عما تشاء. يحكي سير الزمان وما بالماضي كان، شاهدنا العيان فاسأل عما تشاء. مكتوب والأصدقاء. مكتوب والأصدقاء والموعد واللقاء، يحكي المعنى كتاب من إلهام السماء. مكتوب والأصدقاء يروي للسامعين قول الهادي الأمين ورسول العالمين وإمام الأنبياء. يروي للسامعين قول الهادي الأمين ورسول العالمين وإمام الأنبياء. مكتوب والأصدقاء.